زعم موقع مغرب انتليجنس الناطق بالفرنسية أن رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة شرع في تعزيز غير مسبوق للقوات المسلحة المنتشرة بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قوله إنه تم إرسال عدد أكبر من القوات وأفضل تجهيزها من عدة مناطق جزائرية أخرى ليتم نشرها على وجه الخصوص في محيط منطقة حماقير الواقعة على بعد أكثر من 110 كيلومترات جنوب غربي بشار، وليست بعيدة عن الحدود المغربية. وبحسب الموقع فإن هذا الانتشار الواسع الجديد للقوات العسكرية الجزائرية غير مسبوق، وقد تم دراسته وشرحه والموافقة عليه من قبل القيادة العسكرية العليا للجيش الجزائري، وكذلك من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أثناء عمل المجلس الأعلى للأمن المقيد الأخير الذي جمع بين كبار المسؤولين العسكريين فقط، والذي عقد في الأول من يونيو حزيران الجاري. ووفقا لما أوردته المصادر التي تحدثت لموقع مغرب انتليجنس، فإنه خلال هذا الاجتماع الحساس للغاية قدم سعيد شنقريحة أيضا إلى عبد المجيد تبون خطة عمل تتوقع مخاطر عالية جدا للموقف العسكري مع الجار المغربي ابتداء من سبتمبر المقبل. وقالت المصادر إن هذا الخطر يفسره رئيس الجيش الجزائري بتسريع العمليات العسكرية المغربية التي تنفذها ضد جبهة البوليساريو وراء جدار الرمال الذي يفصل الجزء المغربي من الصحراء عن المنطقة التي تحتلها قوات جبهة البوليساريو. ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجيش الجزائري يدرك أن الطائرات المغربية بدون طيار والمعدات الجوية الجديدة عالية التقنية والدقة التي توفرها إسرائيل تنتهك من تضامن الحدود الجزائرية للتجسس على الوحدات المسلحة الجزائرية أو مراقبتها. وبحسب المصادر فإنه يبدو أن خطر التداخل بين وسائل الدفاعات المضادة للطائرات في الجزائر والطائرات المسلحة بدون طيار في المغرب أمر لا مفر منه، وفقا لسعيد شنقريحة الذي توقع أيضا اشتداد القتال بين البوليساريو والقوات المسلحة المغربية في أعقاب خرق القوات المسلحة المغربية لاتفاق السلام. ووفقا للمصادر فإن تكثيف العمليات العسكرية التي يمكن أن تحرض المغرب على مهاجمة أهداف تقع على طول الحدود الجزائرية يحتمل أن تثير ردود فعل دقيقة من الجيش الجزائري، موضحا أن كل ما يتطلبه الأمر هو شرارة واحدة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر، مما يغرق المنطقة المغاربية بأكملها في أزمة غير مسبوقة. هذا وزعمت حركة تحرير جنوب الجزائر أن عناصر نفذت سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الجزائري على طول الحدود المالية، وأسفرت عن مقتل 16 جنديا من أفراد الجيش بحسب ما أوردته مصادر محلية في تيمياوين وبرج باجي مختار. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حذر من الوضع على الحدود خلال اجتماع خصص دراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود. وزعمت وسائل إعلام مغربية أن رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة أمر بنشر كتيبة من الجيش في المنطقة الرابعة لتعزيز القواعد العسكرية المتاخمة للحدود المالية. كما زعم الكاتب المغربي منير دولي أنه وصلته رسالة من أحد قادة حركة تحرير أزواد تفيد بأن هجوم تيمياوين وبرج باجي مختار خلف أكثر من 25 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى. وتابع مزاعمه عبر حسابه بتويتر وما لم تعلنه الجزائر هو اختطاف عدد من جنودها ويتفاوض حاليا لإطلاق سراحهم. واختتم اجتماع مجلس الأمن الجزائري لم يكن لخرافة المغرب وإسرائيل ولكن لدراسة الخسائر وسببها. وقد اتخذت السلطات الجزائرية تدابير للسيطرة على المناطق المستقلة في الجنوب، وتشتهر المنطقة الجنوبية من الجزائر بتاريخ يتسم بحركات التمرد والاحتجاج، والتي عادة ما تنبع من المشكلات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجزائر بخصوص هذا الهجوم المزعوم. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في مارس من العام الماضي وقوع اشتباك بين قوات الجيش في مهمة مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومجموعة إرهابية في منطقة تيمياوين الواقعة على الحدود مع مالي جنوب غربي الجزائر، أودى بحياة 3 عسكريين وقتها. آنذاك نشرت وزارة الدفاع الجزائرية أسماء ورتب العسكريين الذين قضوا خلال هذا الاشتباك، وهم الملازم العام الإخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري. وقدم كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة وقتها تعازيهما لعائلة العسكريين ال3. ولم تذكر الوزارة آنذاك تفاصيل أكثر حول الاشتباك أو هوية المجموعة التي اشتبك معها الجيش. وفي السياق حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الوضع على الحدود، وذلك خلال ترأسه الخميس المنصرم اجتماع مصغر للمجلس الأعلى للأمن بحضور رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة ومجموعة من الجنرالات المقربين منها.
وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق الفعاليات العمليات الميدانية لمناورات الأسد الإفريقية، وخصص الاجتماع لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود. وتتخلل الأحداث والحركات الاحتجاجية في جنوب الجزائر مخاوف بسبب طابعها البيئية لكون المنطقة غنية بالمعادن، ويواجه سكانها تحديات كبيرة مثل التصحر وندرة المياه والمشاكل المرتبطة بتغير المناخ التي تؤثر بشكل مباشر على نمط حياتهم. وكانت قد اندلعت في منطقة أزواد حركات احتجاج تقودها حركة تقرير المصير، التي تتألف بشكل أساسي من الطوارق، وتسعى هذه الحركة إلى تحقيق تقرير المصير والاعتراف بحقوقها السياسية وهويتها الثقافية، حيث عمل الجيش الجزائري على قمع تمرد الحركة العربية للألغام من قبل الحكومة الجزائرية، مما أثار استياء كبيرا في المنطقة. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب الجزائر، بالإضافة إلى التوترات العرقية والثقافية المستمرة. وعلى مر السنين ظهرت حركات أخرى، وخاصة في منطقة القبائل، حيث يطالب سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة بالاستقلال. وكشفت صحيفة 24 النيوز نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، الذي تم اتهامه في عدة قضايا بالتحرش الجنسي، سيعود إلى منصبه بعد أن تم استدعاؤه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما لم تؤكد الأخيرة أن تنفي صحة هذه الأخبار المتداولة. وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخارجية الإسرائيلية أكملت التحقيق في الاتهامات المواجهة لغفرين بالتحرش الجنسي، وقررت إعادته لمنصبه في المغرب. ونقلت عن مصادرها إشارتهم إلى أن التحقيق كشف أن غفرين قد عزل ادعاءات المواجهة ضده إلى خلافات شخصية بينه وبين بعض موظفي المكتب. وتم إيقاف الدبلوماسية الإسرائيلية في سبتمبر 2022 بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي على مغربيات، ضمن تحقيق رسمي فتحته وزارة الخارجية بشأن أفعال خطيرة ذات طبيعة جنسية ومالية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 24 النيوز، فإن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ديفيد غفرين سيعود إلى منصبه بحلول نهاية شهر يونيو الجاري لاستكمال مهامه. إلى ذلك، وفي اتصال مع أي 24 النيوز، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيد أو نفي عودة ديفيد غفرين إلى الرباط، فيما لم يرغب غفرين نفسه في الرد على طلبات الصحيفة الإسرائيلية للتعليق. وللإشارة، تم تعيين ديفيد غفرين في يناير 2021 بعد شهر واحد فقط من التطبيع بين الرباط وتل أبيب، والمقرر أن يكمل غفرين مهمته حتى عام 2024، ثم سيحل محله ممثل معين من قبل الائتلاف الحاكم الحالي.